السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم خوتي العزاز ومرحبا بكم كيف العاده في قناتكم وقناتنا نايضه كره. اولا مبروك الفريق الرجاء البيضاوي التتويج ديالو بالبطوله المغربيه دون هزيمه. يعني صراحه مشوار اللي قدموا فريق الرجاء البيضاوي مشوار رائع باش انك تفوز بالبطوله المغربيه وما تكون عندك حتى شي هزيمه، فهذا انجاز تاريخي لفريق الرجاء البيضاوي. المهم الخوت في هذا الفيديو غادي تشاهدوا ملخص كامل ديال هذه المباراه. هذه مباراه اللقب وفريق الرجاء البيضاوي من البدو ديال المباراه هو داخل عازم انه ياخذ اللقب ديال البطوله، لان هنا باش تنقول لكم مزيان يكون المصير ديال الفرقه بيديها، يعني بلا ما تحتاج تسنى فريق اخر يفوز ولا يتعثر. لا، الفريق الرجاء البيضاوي كان خاصو فوز باش ياخذ البطوله، وداكشي اللي دخل لاعب عليه واستطاع انه يفوز بحصه كبيره على فريق مولوديه وجده في وجده. غادي نخليكم دابا تشوفوا الملخص الكامل وتتويج فريق الرجاء البيضاوي بلقب البطوله المغربيه، ونتلاقاو في الاخر الفيديو. ما تنساوش لايك باش هذا الفيديو هذا بغينا يوصل للمغاربه كاملين. الهزيمه، ثاني اقوى هجوم بعد الجيش الملكي، ثاني اكثر الانديه انتصارا بعد الجيش الملكي بفارق انتصار واحد. جاب هذه المحاولات من يوسف العمري، فرصه تدخل وابعاد الكره، تدخل انس النوادر، دائما محاولات الماضي في هذا الملعب ومع جماهير المولوديه وجديان. تابعوا هذه المحاوله كانت ممتازه، يوسف العمري يمرر وتدخل ممتاز للمدافع انس النوادر هو اللي دخل في الكره الاخيره وبعد الكره وبعد الخطوره. بهذا اللقاء الحديث حول اتحاد طنجة شباب محمد يوسف برشيد شباب سوى هذه المحاولة من جانبنا نوف العزروني، ولكن خروج الحارس زياد العفصة. كان هدف جميل، مشات كرة في الجهة اليسرى، صابر بوغرين محاولة مراوغة دخول داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة تمريرات تسديدات تدخل الدفاع وابعاد الكرة. كان فرصة لبداية واللي بعد الكرة الأخيرة يسري بوزوق يمرر لادم النفاتي تسديده، فرصه تدخل الحارس، دائما خطوره متواصله وابعاد الكره، تدخل ممتاز لزياد العفصة، تسديده كانت قويه من ادم النفاتي، صابر بوغرين، يوسف العمري داخل منطقه الجزاء، تمريرات فرصه مره اخرى انس النوادر، الكره مشات خارج ارضيه الملعب. الحكم اكيد نتابعوا يوسف العمري، تمريره داخل منطقه الجزاء، البحث على نوف العزروني، كان هناك تدخل ديال المدافع انس النوادر اللي كيبعد الكره في الوقت اللي نوف العزروني حاول يوضع الرجل ديالو. نتابع من جديد يسري بوزوق لادم النفاتي، هذه المحاوله والتسديده والتدخل ممتاز كذلك وردة فعل جيده من الحارس زياد العفصة. لاحظوا التحرك ديال صابر بوغرين، بامكانه يعطي حلول بالنسبه لفريق الرجاء هي الاولى في هذه الجوله الاولى. لعبات الكره دائريه، البحث عن الراسيه، تدخل الدفاع، الحكم كيطالب بمواصله اللقاء مره اخرى. انس النوادر تصل كره ليسري بوزوق، تسديده، الكره مشات فوق المرمى، تسديده بالنسبه لفريق الرجاء يسري بوزوق وكذلك انس النوادر. ابعاد الكره يوسف العمري، مشات كره عند يسري بوزوق تمريره لادم النفاتي، فرصه لفريق الرجاء، ترفعت كره داخل منطقه الجزاء وابعاد الخطوره لادم النفاتي مع فريق الرجاء. النفاتي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه، ابعاد الكره لرجاء بني بدايه اتحاد توارقه وكذلك خريج اكاديميه محمد السادس لكره القدم والتي وهو رقم قياسي وطني. هذه فرصه تمريره ولكن الكره اقرب للحان الرجاء. دفدت الركنيه ادم نفاتي تسديده، الكره مرت جانبا، ما كاش كره بالتعيش كان طيب على مستوى منافسات كاس العرش. تخطى فريق النادي القنيطري بضربات جزاء 5 مقابل 4، ثم دور زكريا حمادي في الوقت اللي فريق الرجاء كذلك النتائج كانت طيبه. تعود المحاوله، صابر بوغرين، تمريره، الحكم خذ ضربه مرمى، تمريره طويله على اتجاه لاعب شعيب في يدي، خروج الحارس انس ديجي بكل هدوء. جابت المحاوله من جانبنا بولكسوت كينتظر المسانده، انطلاقه ديال ادم النفاتي على مستوى جانبنا. هذه فرصه لفريق الرجاء، ادم النفاتي رفع الكره في الوقت لفريق الرجاء الاعتماد الان على تمريرات قصيره، تمريرات طويله داخل منطقه الجزاء. البحث لانه لو لمس يسري بوزوق كانت ستكون صعبه، ولكن تدخل كان جيد، رفعت كره داخل منطقه الجزاء، الكره اقرب في الوقت اللي كان سقوط. جابها من جديد هذه المحاوله انطلاقه ديال نوف الزروني، كان سقوط بعد الاحتكاك مع زكريا حمادي. الحكم ادم النفاتي رفع الكره داخل منطقه الجزاء، الراسيه، نوف العزروني دائما خطوره متواصله وتضيع محاوله امام المرمى، كانت فوق واسطه عبد الله خفيفي. نتابع من جديد نوف العزروني، وصلت الكره، لاحظوا في الوقت اللي انس نوادر انتظر زياد العفصة انه ياخذ الكره كانت امام عبد الله خفيفي، لم يتمكن من وضعها في الشباك. نتابع من جديد، لاحظوا عبد الله خفيفي لوحده يضيع. نتابعوا الزاويه، لعبات من ادم النفاتي داخل منطقه الجزاء، ابعاد الكره من زياد العفصة، يسري بوزوق، فرصه مرت جانبا، تسديده يسري بوزوق. اسماعيل المقدم، تابعوا من جديد هذه المحاوله
زياد العفصة، ثم تسديدة يسري بوزوق. اسماعيل مقدم يعني لاحظوا اللي وحده لاعبين في الاحتياط ايمن عزيزي وانس طبيش ومحمد قليس. هذه محاوله نوف العزروني ولكن الكره سهله في يد الحارس زياد العفصة. صلاح الدين كذلك بوخلي فرات. هذه فرصه الهدف، هدف لفائده فريق الرجاء. تعبت الكره بسرعه والزاويه بسرعه، عبد الله خفيفي يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحه كبيره لجماهير فريق الرجاء. الزاويه السادسه تمنح الهدف الاول لفريق الرجاء وفرحه جوزيف زيمباور وباقي اللاعبين ديال فريق الرجاء. اذا قلت كانت تكون حل من الحلول. لاحظوا بسرعه نبدات الزاويه بيسري بوزوق، لعبت كره دائريه وصعود وارتقاء ديال عبد الله خفيفي يضع الكره في الشباك. واكيد احترام لجماهير المولوديه الوجديه لانه لاعب سابق للمولوديه الوجديه. عبد الله خفيفي هو الذي يصل ويجد الطريق نحو مرمى الحارس زياد العفصة. هدف اول لفائده فريق الرجاء في هذه المباراه. لاحظوا الفرحه الكبيره واعتذار عبد المسير يسدد هذه الكره الثابته. يوسف العمري يرفع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، خطوره متواصله يبعد الكره من زياد العفصة. تدخل الحارس زياد العفصة في الوقت كانت المطالبه بالخطا ضربه الجزاء، كان سقوط ديال عبد الله خفيفي. حكم اللقاء مشى الكره في الجهه تموت المحاوله. يوسف العمري الكره كانت بالراس، تدخل الحارس ثم ابعاد الكره. تدخل امام عبد الله خفيفي، كانت المطالبه بالخطا وضربه جزاء. تدخل امام خفيفي. هل هناك خطا؟ هل هناك ضربه جزاء؟ اول تدخل لتقنيه الفار في هذه المباراه. حمزه الفريق اكيد غادي يتابع صوره من اكثر من زاويه، وبالتالي القرار الاول والقرار الاخير والقرار النهائي. نتابعوا الان القرار ديال حكم المباراه. ضربه جزاء، ضربه جزاء لفائده مستطيل العمليات يسري بوزوق. يسعى للتنفيذ يسري بوزوق. الهدف الثاني، هدف ثاني لفائده فريق الرجاء، هدف ثاني للفريق الاخضر في الانفاس الاخيره من الجوله الاولى. كيتمكن فريق الرجاء من نقطه الجزاء انه يسجل الهدف الثاني. فرحه كبيره لجماهير الرجاء التي انتقلت باعداد كبيره لمدينه وجده من اجل مسانده فريقها، من اجل معانقه اللقب. يسري بوزوق تابعوا مره اخرى. زياد العفصة مشى في الجهه اليسرى ويسري بوزوق اختار المكان المناسب، كيتمكن من وضع الكره في الشباك. وهدف الثاني لفائده فريق الرجاء غادي يزيد يصعب المأموريه كما قلت على فريق المولوديه الوجديه الذي سيحاول انه يبحث عن هدف على الاقل لتدويب الفريق والعوده في اجواء هذا المباراه، في الوقت انه للفرحه الان ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء تقريبا انه هدف ثاني. يوسف العمري شرط لي زريده، كيرجع الكره لعبد الله خفيفي. محمد مقعزي مرة أخرى للمدافع عبد الله خفيفي. الحكم في هذا الأثناء يعلن على نهاية الجولة الأولى بتقدم فريق الرجاء بهدفين للا شيء، هدفي عبد الله خفيفي ويسري بوزوق من نقطة الجزاء. فترة ديال الاستراحة ستكون فرصة للمدربين فوزي جمال من أجل ترتيب الأوراق ومحاولة الظهور بوجه أفضل خلال الجولة الثانية، والمدرب الألماني جوزيف زيمباور تقدم بثنائية. عبد الله خفيفي لعبت الكره دائريه، فرصه الكره مشات جانبا. يسري بوزوق حاول يبحث على لقاء كسوت، بولكسوت محتفظ بالكره. محمد بولكسوت دائما كيبحث على احد اللاعبين، تمريره داخل منطقه الجزاء. تدخل هذه فرصه نوف العزراوي يكون الكره دم النفاتي فوق المرمى. كانت فرصه ومحاوله لتسجيل الهدف الثاني. تسديده مشات فوق مرمى الحارس زياد العفصة. نتابع مره اخرى في الوقت هناك مرتد هجومي داخل منطقه الجزاء عند اللاعب امين صوان. تدخل انس زيتي، مرتد هجومي كان سريع. نتابع مره اخرى هذا المرتد الهجومي لامين صوان. امين صوان دخل داخل منطقه الجزاء. لاحظوا لانه كان ما كانش هناك مسانده، سدد يعني في الزاويه والزاويه كانت مغلقه، وتدخل كان لحارس انس زيتي الذي يبعد الكره للركنيه. محاوله هي الابرز اللقاء. تمريره طويله نوف العزروني، خروج الحارس زياد العفصة. لاحظوا تمريره قصيره بين لاعبين فريق الرجاء في الكره في الجهه اليسرى. يسري بوزوق شاد يعمل. يسري بوزوق محتفظ بالكره، يمرر لادم النفاتي. فرصه
محاولة لمرمى الحارس زياد عفصة. نتابع مرة أخرى يسري بوزوق خذ الكرة يمرر لآدم النفاتي بحث على القائمة الثاني. لاحظوا التمريرة في الوقت اللي كانت المتابعة ما مشاتش بعيد للقائم الايسر في الوقت اللي محمد بولكسوت تبع الكرة. نفذ الخطأ أشرف قسباوي تمريرة دي فورس بدات فريق المدير ديال تمريرة تدخل الدفاع أمين صوبان كان في وضعيه تسلل. تابعوا مره اخرى هذه الفرصه ديال المحاوله. امين صوبان حاول يمشي كان صعود ما يوسف برشيد تواجد محاوله يدرب بوزوق فرصه تسديده تدخل عريض ديما الخطوره بولكسوت وزياد العفصه يبعد الكره لفائده فريق الرجاء. يسري بوزوق تسديده عرضيه قويه تدخل ورده فعل كانت ممتازه لزياد العفصه ثم محمد بولكسوت يسدد ومن جديد زياد العفصه في المكان المناسب يبعد الكره للركنيه. كانت محاوله خطيره لفائده فريق المولوديه الوجديه. حبيب الله الرحماني مراوغه ممتازه حبيب الله الرحماني ولكن فقط وصلت كره للاعب فريق الرجاء صابر بوغرينو في العزروني. تدخل الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء هي الثانيه في المباراه. ضربة جزاء لفائدة فريق الرجاء. تدخل امام نوفر عزروني تسجيل الهدف الثالث. كان خطا على مستوى الدفاع ديال فريق المدير الجديد اللي كان بامكانه يبعد الكره. هنا كنتابعوا التدخل امام نوفر عزروني. تدخل كان من طرف المدافع عماد سربوت. نتابع التدخل الحكم كان قريب من العمليه يعلن عن خطا وعن ضربة جزاء لفائدة يسري بوزوق يضع الكرة في الشباك والهدف الثالث لفائدة فريق الرجاء وثنائية ليسري بوزوق بعد ما سجل الهدف الثاني يعود لتسجيل وتوقيع الهدف الثالث 3-0 لفائدة فريق. والرد كان بسرعة من جماهير المدير الجديد التي كذلك تصفق للاعبي فريق الرجاء في مشهد جميل وفي مشهد أكيد يؤرخ أكيد نقول بأنه هذوما الجماهير ديال الكره المغربيه وهذوما الجماهير المغربيه تاع كره من يوسف بالعمري. مشات كره في الجهه اليمنى لمحمد بولكسوت مرر عند يسري بوزوق فرصه لفائده فريق الرجاء. بوزوق رفع الكره لادم النفاتي مره لبولكسوت يضيع محمد بولكسوت يضيع لهذه الفريق الرجاء. هنا تمريره ليسري بوزوق هي المكان ديالو من الجهه اليسرى للجهه اليمنى. تمريره لادم النفاتي وضع كره امام محمد بولكسوت. لاحظوا كان عنده الوقت الكافي انه يختار الزاويه المناسبه ولكن تسديدته مشات فوق المرمى. تضيع هذه الفرصه وتضيع محمد بوغازي صابر بوغرين لنوفر عزروني. فرصه محاوله بين فريق الرجاء. نوفر عزروني شادي من نوفر عزروني كره مرت جانبا نوفر عزروني. كان هناك بولكسوت تضيع فرصه ومحاوله. نتابع انطلاقه ديال نوفر عزروني. لاحظوا الدخول داخل منطقه الجزاء. طلب الكره يسري بوزوق تمريره ولكن الكره مشات خارج ارضيه الملعب. تضيع فرصه اخرى. الرجاء اصبح اكثر في تجربه المانيه ناجحه. تبعد محاوله يسري بوزوق من الجهه اليمنى. رفع الكره لادم النفاتي تسديده آدم النفاتي يبحث عن هدف هذا نتابع من جديد يسري بوزوق دائما يعني تصرفاته وانسلالاته كتشكل خطوره على دفاع فريق المولوديه الوجديه. اذا الخطا نفذ بسرعه. تبادل المحاوله يوسف انور تمرير داخل منطقه الجزاء شويه فيدي تسديده لكن مشات فوق المرمى. نتابع من جديد هذه المحاوله. هذه فرصه لفائده فريق المولوديه الوجديه. شعيب فيدي مراوغه ممتازه داخل منطقه الجزاء ولكن التسديد ديالو كتمشي بعيد على المرمى. الحارس انس ازنيتي غير تدخل الدفاع. يوسف انور تسديده ولكن يسري بوزوق يسري بوزوق دخل داخل منطقه الجزاء. يسري بوزوق حتى الكره بوزوق يرجع الكره لمهدي مبارك مره اخرى عند يوسف بالعمري يسري بوزوق الى جانبه مواطن رياض بن عياد فرصه تدخل انس. كما شفنا خوتي فريق الرجاء البيضاوي تستطيع انه يفوز على مولوديه وجده ويفوز بلقب البطوله المغربيه دون اي هزيمه طيله الموسم. يعني حقق فريق الرجاء البيضاوي انتصار، حقق انجاز تاريخي في هذا الموسم هذا. الصراحه لا هو لا فريق الجيش الملكي قدموا لنا مستوى رائع وكانت المنافسه بيناتهم قويه وشرسه. وهنا باش يكون المصير ديالك بيدك فكل شيء يعني خاصك دير داكشي اللي عليك، وهذا الشيء اللي داروا فريق الرجاء البيضاوي في هذه المباراه ديال ضد فريق مولوديه وجده في وجده. يعني من البدو المباراه فريق الرجاء البيضاوي ضاغط وباغي يسجل وداك الشيء اللي وقع ملي تسجلوا في بدايه المباراه واستطاعوا انهم يفوزوا بحصه عن جداره واستحقاق وتوجوا باللقب ديال البطوله المغربيه وبدون اي هزيمه. الصراحه المدرب الالماني زيمباور قدم مستوى رائع مع فريق الرجاء البيضاوي وتنتمناو فريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا يعني يمشي بعيد ويعطينا شي مستوى
المستوى بحال اللي عطى هذا الموسم هذا في البطوله. فتنعاودوا نباركوا لفريق الرجاء البيضاوي والجماهير الرجاويه اللقب ديال البطوله المغربيه، وتنتمناو حظ موفق ان شاء الله لجميع الفرق المغربيه. وكما شفنا كانت المنافسه قويه بين الجيش الملكي وفريق الرجاء البيضاوي. كنا يعني واحد 90% كان كل شيء تيقول بان فريق الجيش الملكي غادي يفوز باللقب ديال البطوله المغربيه، ولكن الجوله ما قبل الاخيره هي اللي حسمات البطوله وتعثر فيها فريق الجيش الملكي، وفاز فريق الرجاء البيضاوي على الوداد في الديربي. يعني هذيك هي صافي الفرصه اللي جات للرجاء البيضاوي، هو التعثر ديال الجيش الملكي قبل في الجوله قبل الاخيره، وفريق الرجاء ما بغاش يفرط في هذيك الفرصه. وشفنا اليوم دخل عند وجده عازم انه يفوز، وبداو يعني بزاف ديال الفرص سانحه التسجيل، واستطاعوا انهم يسجلوا الاهداف اللي خلاتهم يتوجوا باللقب. خوتي الاعزاز تبارك الله عليكم، مبروك فريق الرجاء البيضاوي، يرد لك فريق مولوديه وجده، ويرد لك ايضا فريق الجيش الملكي اللي كان تيتنافس مع الرجاء على اللقب. وتبارك الله عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد، السلام عليكم.